اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله هنتكلم على موضوع في غايه الاهميه، وهو لما بتيجي تسال اي حد ما عندوش قناه في اليوتيوب بس نفسه يخش اليوتيوب. يا ابني وانت ما عندكش قناه يوتيوب ليه؟ يقول لك اصل مكسوف. طب مكسوف من ايه؟ مكسوف اطلع اتكلم قدام الكاميرا. طيب، يعني انت مكسوف تطلع تتكلم قدام الكاميرا. حلو، دي من النقطه التانية يقول لك خايف الناس يتريقوا عليا. خايف الناس يقول لك بص بص بيتكلم ازاي. بص مش عارف قال الحته الفلانيه ازاي. بص ويعني مثلا انت عارف، انت في ناس يقعد يقول لك ايه، انا خايف الناس يطلعوا يتريقوا على شكلي. يا ابني عادي، ما فيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه، اصل انت متوقع ان انت تبتدي على اليوتيوب. بص واحد يقول لك يا بص وشه قد الفيل، فاهم، ودانه دي حاجه كده الله اكبر، وقفاه مش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده. واكبر دليل، وانت مش هنروح بعيد، انت اللي بتتفرج عليا. هل عمرك وانت بتتفرج على اي يوتيوبر اتريقت عليه؟ بس بخلاف اللي بيبقى طالع يقدم محتوى غريب الشكل. يعني مثلا واحد، انا بدون ذكر اسامي بس يعني عشان حرام، يعني حرام نذكر اسامي ناس. ما تبقاش طالع تقدم محتوى اهبل، محتوى عبيط ما بتفيدش الناس او مش بتقدم قيمه للناس، تمام، ومش عايزهم يتريقوا عليك. ما هو بص، اصل بالعقل كده، اهم حاجه في اليوتيوب الثقه. عندك ثقه، خلاص. على فكرة مش أهم حاجة المعدات، ممكن يكون معاك المعدات. شفت بقى، يعني ممكن يكون معاك معدات التصوير بس أنت عبيط في نفسك، ما بتعرفش تتكلم، بتلجلج في الكلام، وده الطبيعي. بص في البداية عموما اللجلجة دي بتبقى شيء طبيعي، مش حاجة يعني أنت بس اللي في الدنيا، لأ. كلنا لما ابتدينا على اليوتيوب كنا بنقف في قدام الكاميرا وخايفين منها. دلوقتي الكاميرا كأنها شخص تاني قاعد بتكلم معاه، فاهم. اهم شيء في اليوتيوب بالنسبه لي انا كمحمد علاء هو الثقه. لازم تكون واثق من نفسك، ولازم تطلع تقدم محتوى كويس. حلو. ما يبقاش انت مثلا خلفيه، يعني انت بتصور، لا مؤاخذه انا اسف، في خلفيه زباله لا. انا في مكان شغلي، ده مكان شغلي على فكره، تمام. منقي خلفيه شكلها كويس، يعني المكان ده شكله كويس وراقي. حلو. قافل الباب الازاز، يعني عامل عزل للصوت على قد ما اقدر، انا مش بستخدم مايك، تمام. بس بفضل الله بعرف اتكلم قدام الكاميرا، بعرف ببقى عايز اوصل لك المعلومه، بعرف اوصلها. لكن ما تقوليش انا مكسوف ابتدي عشان مثلا خايف الناس يتريقوا عليا. طب ما اللي يتريق يتريق يا عم، ما اللي يتريق يتريق، فاهم. اهو انا يعني مثلا انا مش اجمل واحد في الدنيا ولا انت اجمل واحد في الدنيا، كلنا بني ادمين وربنا خلقنا في احسن صوره. ربنا خلقنا في احسن صوره. حلو. فما تقولش اصل مكسوف الناس يتريقوا من الحاجات اللي هقولها او من شكلي او. يا ابني الناس اذواق، الناس اذواق. انا ممكن ما اطيقكش بس غيري يموت فيك، وانا كذلك ممكن اطيق واحد بس ما اطيقش التاني. ليه؟ لان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. بمعنى، هقول لك على حاجه، ممكن انت تستثقل دم، تقول لا يا عم محمد علاء مين ده، انا ما بحبوش الواد ده، ما فاهم، ما بستلطفوش كده. وممكن نفس واحد تاني بالظبط يقول لك ايه، مين ده محمد علاء، ده يوتيوبر عسلي عسل وما اعرفش ايه وبحب اتابعه وكده. هي كده، امشيها بالمبدأ ده، وما تخليش واحد يكسر مقاديفك. انا واحد كتب لي في الكومنتس قبل كده، على فكره المحتوى انت بتقدمه ده عادي يعني، ومش او طالع بتنصح في الناس، ولا رديت عليه ولا اديته اي اهتمام. ليه؟ لان ببساطه شديده انا عارف انا بقدم ايه، وعارف انا بطلع اتكلم معاك ازاي. فهمت اللقطه؟ وازاي، وهرجع واقولها لك، لازم تكون واثق من نفسك مليون المية. لو انت واثق من نفسك، حلو، والله لو بتصور بقى يعني بكاميرا التليفون 1 ميجا، هتخلي الناس يشتركوا لك وهتخلي الناس يحبوا محتواك. ليه؟ لان انت راجل عارف انت بتقدم ايه وواثق من محتواك. بس يا شباب، يا رب بس ما اكونش شقلت عليكم ووصلت لكم معلومه انا عايز اوصلها لكم. والسلام عليكم. باي باي يا شباب، جود باي.